طيب بالنسبة للسؤال حضرتك اللي انت بتاع حوار المخدات ده اللي هو بيخش في الكنيسة يبيع مخدات، لا هو مش قصده كده، هو قصده بينتقد الناس اللي هم بيخشوا ما بيخشوش عشان يصلوا، علشان هو ما في ملاعب بيخشوا في ليه؟ الكنيسة وكده بيخشوا علشان يقعدوا في الملعب مثلا، يخشوا يشتروا حاجة من جوه الكنيسة كده، فهو بينتقد الناس دي، مش معنى الحرف ان هو استأذنك. بيبيعوا مخدرات جوه. يعني هو لما يقول بيوزعوا مخدرات جوه دي مش معناها ان هو داخل يلعب كوره، صح؟ مخدات علشان ما نتحذرش. ثواني يا فندم، بعد استنى ولما لو دخل سمحت. بس بما ان الكنيسه نشكر الله مليانه، ده بالمناسبه نفس الكاهن في لوباتير نبيل وقالها بقى بالصريح. اعمل اصحاب، اشوف لي عروسه، ممكن نعمل بزنس. اديها بقى، انا عايزك بص تديها لهم بقى دلوقتي في الملعب. اقول لكم حاجه اخطر من كده. انا عايز الحاجه الاخطر من كده دي بعد اذنك حضره القس في لوباتير نبيل، قول لنا الحاجه الخطيره دي بقى. احنا اكتشفنا ديلرز جوه الكنيسه. اوبس. عارف يعني ايه كلمه ديلر؟ يعني ايه؟ يعني بيبيعوا مخدرات. ازاي ده يحصل؟ خراب ابيض يا اخي، خراب ابيض، خراب ابيض يا جدعان، الكنائس حصل فيها ايه يا جدعان؟ يعني ابركه وديلرز مش ديلر كتير. خطر ابيض يا خطر ابيض، مخدرات جوه الكنيسه. ايوه، ما فيها بركه، يعني مش هيبقى فيها مخدات ليه؟ ما هو في مجتمع كبير قوي شباب، وبالاكتر كمان عيال صغيره بتوع اعدادي. اوبا، العيال الصغيره دي كمان بيدخل يبيع لها كيف؟ خراب ابيض. وهم دول التارجت بتاعهم، فابتدوا يشتغلوا عليهم. ده طبعا ده قصده ان هم دول بيدخلوا عشان يخلوهم يلعبوا معاهم كوره، مش محتاجه فتاكه واضحه، صح ولا مش انتوا شايفين كده برضو؟ يعني الديلرز دول بيدخلوا عشان يجيبوا الشباب اللي بيعرفوا يلعبوا كوره كويس ويضحكوا عليهم.